لو قعدنا نشعر يومين في فوائد الصلاة عمرنا ما هنوفيها حقها، ولكن أنا عاوز بس ألفت نظر الناس لبعض الفوائد اللي مستخبية والناس مش عارفاها. أولا، الصلاة بتعودك على الالتزام بالمواعيد، وتعتبر أفضل وأعظم وأجمل عادة ممكن تعملها في حياتك. طب إيه علاقة الصلاة بالالتزام؟ لا، بقول لك إيه، أنا عاوزك بقى كده تصحصح معايا. ومش إحنا عندنا 5 صلوات وكل صلاة بتبقى بميعاد محدد؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، يعني بوقت. واحنا كمسلمين لازم نلتزم بالمواعيد دي، الا في الضرورات بس هنصلي برضه. ثانيا، الصلاة بتزرع في القلب طمأنينة وراحة نفسية غير طبيعية، وما اظنش ان في حد مسلم دلوقتي بيتفرج عليا الا وجرب الموضوع ده على الاقل ولو مرة واحدة. اما بقى ما حسيتش فده خلل في صلاتك، لان ربنا قال ببساطة: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للأمة الإسلامية، والذي كان يتعرض لهموم وابتلاءات لا يقدر بشر على تحملها، وقد كان يقول: أرحنا بها يا بلال. أما احنا بقى دلوقتي فهمومنا يعني لا تساوي هموم النبي، ومع كده برضه كان يذهب همومه بالصلاة. مع كل الهموم دي وحجمها الكبير، وإن قرأت في السيرة وتعمقت فيها أكتر هتعرف هموم النبي كانت قد إيه، ومع كده برضه كان يقضي حوائجه وهمومه في الصلاة. والسبب في الطمأنينة العجيبة دي هي العلاقة الروحانية بين المخلوق والخالق، بحيث إن في ترابط شديد بين الإنسان وبين العبادة، لأن ده أصلا هو الهدف من خلقنا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإحنا بنرتاح في الصلاة علشان هي أصلا الهدف الحقيقي من خلقنا. عامل بالظبط زي ما تصنع آلة بتقطع الطماطم، فلما تيجي تقطع طماطم هتلاقيها مرتاحة وتقطع الطماطم بكل سلاسة. أما لما تيجي تقطع مثلا حاجة زي الخشب مش هتسلك ولا هتقطع، ولا هتبقى الآلة مرتاحة وهي بتقطع الطماطم. أو إحنا بالظبط زي الآلة دي، والدنيا هي الخشبة اللي الآلة مش عارفة تسلك معاها. أما بقى بالنسبة للصلاة فهي الطماطم، لأننا لما بنيجي نصلي بنلاقي في قبول، بنلاقي في سلاسة، بنلاقي في ارتياح. فإحنا اتخلقنا علشان نعبد ربنا، فلما نيجي نلجأ إلى شيء آخر ونعمل حاجة تانية فإحنا بنحس بالهم والتعب. إحنا في الدنيا دي عمالين نسعى وراء الجاه والنساء والشهرة والفلوس، كل ده في الآخر ليه؟ علشان نحس بالسعادة، صح؟ طب ما ربنا لخص لنا كل السعادة في العبادة. وبعد الركعات اللي احنا بنصليها يوميا بنحصل منها على طمأنينة عمرنا ما بنحصل عليها في السعي وراء الدنيا. وإن كنا بنحصل من الدنيا على السعادة فدي سعادة مؤقتة، إنما السعادة اللي بتنزرع في القلب من الصلاة والعبادة فهي سعادة دائمة وطمأنينة غير طبيعية. رقم 3: الصلاة تمحو الذنوب والخطايا. رابعا، وأنا قلت ثالثا؟ انت قلت ثالثة. رابعا، الصلاة بتطهر نفسك وبتعودك تكون شخصية محترمة محبوبة مألوفة، وبتنهاك عن فعل الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني أي حاجة وحشة ساعة ما تصلي هتحس إن في بينك وبينها كده نفور. فيا صديقي، التزم بالصلاة.